تبول لا إرادي أسبابها إيه؟ طيب أول حاجة أقل من 5 سنين ده فترة تدريب، يعني وارد إن الطفل ممكن ما يتحكمش أو يتحكم ويرجع ما يتحكمش تاني ويمنع حماه على نفسه بالليل أو بالنهار، إنما الأطفال بقى اللي عدّوا ال6 سنين المفروض بيكونوا دي مرحلة التحكم. في حاجات منتشرة زي مثلًا التهابات في مجرى البول والمسالك البولية، ممكن نعمل لها تحليل بول نطمن موجودة والّا لأ. أطفال ممكن يبقى عندهم مشكلة في المثانة العصبية ومش بيتحكم فيها وفيها اضطرابات في المثانة فغصبٍ عنه ممكن يخش الحمام كتير أو قليل على حسب نوع المثانة العصبية. في أطفال ممكن يبقى عندهم مشاكل في الكليتين، يعني قصور الكلى أو مشاكل الكلى يخلي في إضرار بول كتير فما يعرفش يتحكم فيه. أطفال ممكن يبقى عنده عيب خلقي في الحالب أو في المثانة وده بنعمل له فحوصات عشان نعرفها. ممكن يبقى مشكلة في الهرمون اللي هو بيقلل إضرار البول، لو هو قليل هيزيد عنده البول فالطفل يعمل حمام بول كتير وده بنعرفه عن طريق التحليل. بعض الأطفال بنكتشف لا قدر الله إنهم عندهم السكر، مرض السكري بيظهر ساعات الأعراض بتاعته إن هو بيتحكمش في البول وبيعمل حمام بول كتير. مشاكل أخرى زي مشاكل النوم، الطفل عنده اضطرابات في النوم سواء من الستريس ما بينامش كتير وبينام نوم متقلب كل شوية يقوم وينام وما ينامش وقت كتير، أو إن هو عنده اضطرابات زي التهابات في اللوز واللحمية وتلاقي الطفل مثلًا وهو بيتنفس بالليل فاتح بُقّه بيتنفس من بُقّه. الأطفال دُولة لمّا بيعملوا عملية اللوز واللحمية وبيشيلوهم بيتحسنوا كتير جدًا بعدها. في بعض الأطفال ممكن يبقى عنده مشكلة نفسية، يعني مشاكل أسرية والضغط الأسري أو العنف والعقاب أو لا قدر الله التحرُّش وإحنا طبعًا يعني سمعنا عنه الفترة اللي فاتت واتكلمنا عليه، أو خلافات بين الأب والأم والطلاق أو التعنيف ما بينهم في المحادثات بيأثّر عليه بالسلب، أو مشاكل عصبية زي مثلًا مشاكل العمود الفقري والحبل الشوكي والكيس السُحائي والحاجات التانية دي. فإحنا عندنا مشاكل كتير بنبدأ ندوّر في هذه الأسباب عن طريق الفحوصات والتحاليل عشان نوصل للسبب ونبدأ نعالجه، بس مش كل الأطفال بيبقى عندهم نفس المشكلة، ساعات بيبقى حاجات أولية ممكن مع شوية تعليمات ومحافظة وصبر على الطفل بيتحسن لوحده.